كالعادة بعد اختيارات قائمة منتخب مصر بيحصل جدل كتير ومناقشات وخلافات. ليه اتاخد ده وليه ما اتاخدش ده؟ هي في النهاية مسألة بتخضع لوجهات نظر المدير الفني. من حق كل واحد طبعا ان هو يتناولها. لكن برضو للإيضاح ان في بعض اللعيبة ما انضمتش. اللعيبة اللي ما انضموش لهم مواقف سابقة لم يعلن عنها الجهاز الفني لاحتواء الأزمات ولإظهار اللعيبة بشكل جيد. يعني في معسكر بوركينا فاسو وغينيا بيساو جه لعيب تاني يوم وقال للكابتن حسام والله انا عندي اصابه وعايز امشي. اصابه ايه يا حبيبي؟ قال له والله تقريبا يعني صباعي اتخبط في الشباك لما صحيت من النوم فمش هقدر اكمل. قال له طيب عشان نخلي الشكل ظريف نشوف مع الجهاز الطبي ازاي تطلع بشكل حلو عشان برضو الناس ما تغضبش منك ولا يبقى فيه مشاكل. تك بيك خلص تقرير طبي، اصابه خفيفه تحتاج يومين، هيتدرب مع النادي بتاعه. في المعسكر اللي فات معسكر كاب فيردي والمباراه الثانيه اللي كانت في بوتسوانا، والله يا كابتن حسام انا مش هقدر اكمل تاني يوم. ايه اللي حصل؟ عندي واوة ايه؟ مش عارف يعني حصل تقريبا خبطه كده ولا كده. طيب الجهاز الطبي وتعالى ونشوف الموضوع ازاي والامور تمشي عشان الشكل العام. ده حصل على فكره وفي ناس كتير ما خدتش بالها وخرج اللعيب وتاني يوم او تاني يوم بيتدرب مع فرقته عادي جدا. في نفس المعسكر الكابتن اللي عنده خبره كبيره جدا عمل ازمه على الدكه وهو اللي عملها. والناس اتكلمت ان طارق سليمان قال لحسام يلا خليه يلعب عشان الشكل العام والقص. كل الهجايز دي ما حصلتش. هي المشكله حصلت بانفعال من اللعيب، حصل هزه وحصل عمليه يعني رد فعل سلبي على الدكه. وعدى اليوم و كان قرار الجهاز الفني ان الراجل ده صعب ان هو يكمل، لان طبعا لو كمل الشكل العام هيبقى مش ظريف ويبقى فيه نوع من الدلع وكل واحد عايز يقول كلمته وما تمشيش. اتحاد الكوره بجلاله قدره حب يتدخل، كان كل مره بيتدخل بيعكها. فقال للاعيب برضو اعتذر يعني عشان تبقى انت خارج من المعسكر، مع ان ده ما كانش باتفاق او بكلام مع الجهاز الفني. ده اللي بيحصل والناس ما تعرفوش. عشان كده المفروض انه يعني اللعيبه يكون عندها التزام. هتقول لي الله انت قاعد تتكلم عن مكشوف، ما تقول مين اللعيبه الثلاثه دول؟ اللعيبه الثلاثه دول هم حسين الشحات، امام عاشور، احمد حجازي. تعال بص بقى على تريزيجيه. تريزيجيه في كل مره بيجي اول واحد. نمرة اتنين المعسكر اللي فات كان عنده إصابة تمنعه من اللعب، خبى على حسام وإبراهيم وعلى الجهاز الطبي. عنده إصابة في الكوع، يعني لو حد خبط ووقع مش عارف إيه تبقى كارثة يعني. وكمل ولعب وكان أفضل اللعيبة في المباراتين. ده يبين لك إنه منتخب مصر لازم يكون هو الأساس، ومحدش ينفع يعمل للجهاز الفني اختبارات قوة، وما ينفعش لعيب يتدلع على منتخب مصر. النظام الدلع العام في المدارس النموذجيه للطبطبه اللي بتحصل في الانديه ما تنفعش مع المنتخب ولا تنفع مع حسام حسن. شكرا لحضرتك.